السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5 اللي هنتكلم النهاردة عن قائمة الأهلي بكرة. تاو إصاباته الغريبة اللي ما بقيناش فاهمين إيه حلها. تالت حاجة رفض بيع ديانج ورفض إعارة قفشة المقابل المادي القليل، وتجديد حسين الشحات وياسر ابراهيم وبيع صلاح محسن ومحمود وحيد. رابع حاجة مدرب الأهلي اللي هيبقى فيه كلام شوية. وخامس حاجة ده الفرق ما بين عقلية نادي الزمالك وعقلية الأهلي، أو الفرق ما بين عقلية الأهلاوية والزملكاوية. قبل أي حاجة عايزين نصلي ونسلم ونزيد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلامات. تستشهد لايك كومنتاتك واي تعليق ليك احب اعرفه، واللايكات الكتير بقى والاشتراك في القناه عشان نوصل لكل جديد، نوصل لكل الناس. بكره قائمه الاهلي فيها في حراسه المرمى ولطفي وشوبير وحمزه علاء. الدفاع متولي وربيع عبد المنعم وفؤاد وهاني ونصير واحمد سيد عبد النبي محمد اشرف. خط الوسط ميدو نبيل رفعت خليل فخري زياد طارق عبد القادر مكسوني. والهجوم حسام حسن وصلاح محسن واحمد سيد غيب. ما سمعناش اليو ديانج، صح؟ اليو ديانج بكره مش غايب لحاجه غير ان هو طلب راحه، وفعلا مدرب هيديله راحه عشان هيسافر بلده عشان عايز يشوف اهله ويشوف دنيته، فهيعتبر ان لحد اخر موسم اجازه من ضمن اللعيبه اللي برضه هتاخد اجازه. بكره اتمنى ان يبتدي الخطه الطبيعيه جدا، يعني علي لطفي والدفاع زي ما احنا عارفين ربيع ومتولي وعبد المنعم اللي ابتدى الى حد ما الدنيا تتأقلم. ربيعة كان الماتش اللي قبل اللي فات كان متهور، الماتش اللي فات كان كويس، يعني لو هيستمر على المستوى ده لا يكمل. خط الوسط كده يحط ميدو نبيل ومحمود ومحمد محمود، او محمد فخري ومحمد محمود. اتمنى محمد فخري هيلعب بدأ اليو ديانج، ومحمد محمود يكون في خط الوسط مع مع محمد فخري اللي هو ستايل شوقي. بصراحة ولد حلو جدا. وياهو اليو ديانج هيقعد شوية. لا، ده محمد محمود مش موجود في القائمة كمان. طيب خلاص، يبقى هيبقى ميدو نبيل ومحمد فخري. طيب والهجوم اتمنى زياد طارق عبد القادر، او لو عبد القادر يديه شوط يبقى ننزل مكسوني. والهجوم هيبقى احمد سيد غريب. هنشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. هو مجرد ان انت بتجهز اللعيبه بتاعتك للموسم الجديد، والمدرب بيحاول يبان له خطه. لغايه دلوقتي ما بنلوش اي حاجه. زي ما قلت الدفاع كويس، لكن مفيش حاجه في الهجوم خالص، مفيش حاجه باينه. الفرق ما بينه وبين الزمالك ان فييرا بيعرف يستغل الهجمات، وليه فكر هجومي وليه فكر في هجمه مرتده بيقدر يجيب منها اهداف. لكن الاهلي مفيش فكر، وده هنتكلم في النقطه الرابعه بتاعت مدرب الاهلي. طيب تاني حاجه تاو. الماتش اللي فات كان اجهاد، لا الماتش ده هيغيب استرن وهيغيب الاسماعيلي. طب ليه؟ عشان الاصابه. طب يعني دي الاصابه كام؟ هو تاو لعب معاك كام ماتش اساسا؟ لعب معاك قد ايه مده؟ اكثر شهر وبيغيب له قصاد شهر ونص. في ايه بالظبط؟ على العموم الاهلي قرر ان هو هيعمل زي ما عمل مع محمود متولي، ان هو هيوديه اسبيطار في قطر. ده حل كويس جدا، وكان المفروض من بدري عشان خاطر احنا شايفين محمود متولي اهو ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبعد عنه الاصابات يا رب. الدنيا المكنه ابتدت تجيب قماش. طب ليه ما عملناش كده مع بيرستاو؟ ما بيرستاو اهو من ساعه ما جه وهو ما بيلعبش معاك شهر كامل على بعضه. مش عارف، على العموم خطوه اتاخرت، بس اتمنى ان هم ياخدوها وينجزوا فيها عشان لو كانوا هيبيعوه او كان هيكمل معاك الموسم. تالت حاجة بقى يعني هو قبل الإصابة كان المدرب اقتنع بيه وقال إن الخطيب قعد مع بيرستاو عشان يكمل. الدنيا فيها إيه؟ هيبان بقى بعد الإصابة دي، هيبان الدنيا فيها إيه. تالت حاجة بقى الأهلي قال لديانج عايز يقفل موضوع البيع خلال موسم الصيفي ده ويبيعه السنة الجاية، يعني بسبب إن الأعراض أولا العروض بتاعة البيع قليلة، ثانيا هو محتاجه في بالنسبه لي ديانج ورقه رابحه طبعا جدا. خط وسط ديفندر زي ما قال الكتاب مش هنلاقي زيه خالص، فان هو فكره ان هو يكمل معاك موسم كمان هيبقى حاجه ممتازه. وقفشه جاله عرض اعاره بس ب 300 الف دولار، والاهلي رفض، قال انا عايز 600 الف دولار. عرض
عرض قفشه ان هو يتنازل عن 200 يبقى 500. لغايه دلوقتي الاهلي متمسك ب 600. هل هيوافق بقى ولا مش هيوافق؟ او لغايه دلوقتي رافض. لغايه دلوقتي رافض. قفشه عايز يمشي عشان ياخد فتره من الراحه، لان اي فريق في العالم مش هيكون فيه الضغط زي ما الاهلي بيتعرض فيه الضغط. وقفشه من نوع اللعيبه اللي ما بتستحملش الضغط غالبا يعني. هو قال ان انا عايز استريح شويه. حاجه تانية بقى، حسين الشحات يرجع من الاصابه ان شاء الله، وياسر ابراهيم اول ما الموسم يخلص هيحصل حاجتين: هيجدد لياسر وحسين الشحات. حاجه تانية، هيقول الصفقات اللي تمت تماما. واحنا مش هنعلن عن الصفقات دلوقتي الا لما الاهلي هو اللي يقول دي خلصت، يقول ان دي خلصت. قال صلاح محسن خلاص. المدرب قال خلاص انا مش عايزه، وفعلا صلاح محسن خد فرص كتير قوي ومدى الدلع اللي هو فيه. وطبعا محمود وحيد كده كده خلاص ماشي، وغالبا رايح طلع الجيش، لسه هنشوف الدنيا فيها ايه. رابع حاجه بقى معايا وهي المدرب الاهلي. ناس قالت لك سوايش هيمشي وهيجي مكانه. في ناس بتقول لك موسوماني الاهلي فكر فيه، بس هو بياخد وقت عشان يفكر. ان الاهلي يكلمه وهو قال هفكر. في ناس قالت لك فايلر. في ناس قالت لك كروش. طيب من ضمن دول انا اتمنى مين؟ انا مش عايز موسوماني يرجع تاني، وما اظنش ان موسوماني هيرجع تاني او ان الاهلي هيفكر فيه. هو لما مشي بمزاجه. الحاجه التانية كروش كرة دفاعية تامة، ما عندوش فكر هجومي، وانا عايزين مدرب مع الاهلي دفاع يبقى متوازن ما بين الدفاع والهجوم، والهجوم يكون شرس جدا جدا جدا. وعقلية المدربين البرتغاليين عقلية دفاعية. كروش برتغالي واحنا شفنا كان عامل ايه مع المنتخب. طيب في ناس كمان قالت خليلو زيتش بتاع المغرب. خليلو زيتش ما دربش الا منتخبات بس، ما دربش الا منتخبات بس. هل هيقدر مع الاهلي؟ ما اعرفش. اللي اتمناه من الثلاثه فايلر. اللي اتمناه من الثلاثه شفنا كوره معاه ابداعيه ملهاش حل. بس مشكله فايلر ان هو ساب الاهلي في وقت ما كانش ينفع يسيبه، وان هو مشي ورا مراته. والخطيب رافض فكره ان فايلر يرجع بسبب اللي عمله فايلر قبل كده. هل الاهلي هيقدر يقنع الكابتن محمود الخطيب ويقنع فايلر ان هو يجي؟ هنشوف. بس لجنه الكوره او شركه الكوره مش مقتنعه تماما خالص بالمدرب. فالمدرب عنده تقييم لحد اخر موسم اللي هم 4 ماتشات جايين دول. وفعلا المدرب هو دفاعيا لو صحح الهجوم بتاعه هيبقى كويس. هنشوف الدنيا هتمشي ازاي لحد من هنا لحد اخر موسم. هنشوف الدنيا. طيب هو الصفقات جايه على اسم المدرب بس؟ لا، شركه الكوره برضو يعني هي والمدرب بيقولوا اذا كان اللعيب ده هينفع ولا لا، بحيث ان لو المدرب مشي يبقى اللعيب هيكمل وهيبقى هيفيد الاهلي. والصفقات اللي جايه كلها بيقولوا انها ممتازه، وخاصه المهاجم الاجنبي. هل ده حقيقي ولا ايه؟ هنشوف. خامس حاجه بقى والاخيره، انا سامع الزملكاويه بيقولوا ان الزمالك عمل انجاز ما بعده انجاز، وانه زودوا على الكلمه قالوا اعجاز كمان. اعجاز ايه؟ ولما اتسالوا قال لهم اصل احنا خدنا 2 دوري ورا بعض وكاس. على كده الاهلي مفيش فريق زيه، مش كده؟ ان انت تاخد افريقيا 2 افريقيا ورا بعض، و2 سوبر ورا بعض، و2 برونزيه عالم ورا بعض، وكان الاهلي بيناقض المدرب. يعني ده مش ممكن. وانت كان بايدك ان انت تاخد الثالثه لولا الظلم. على كده الاهلي يعني ايه؟ يتعمل له تمثال المفروض، هو ولاعيبته والرئاسه بتاعته والمدرب وكله يتعمل له تمثال. ده المفروض لو على كلامكم ان الفريق خد دوري مرتين بظلم تحكيمي وعلى عينك يا تاجر، وباينه جدا يقول لك عمل اعجاز. صلاه النبي، لا بجد والله صلاة النبي. الاهلي عملها قبل كده، خدها 9 مرات ورا بعض ولا في باله ونسينا. خدها 7 مرات ورا بعض ونسينا. الاهلي واخد افريقيا وبيقول لك يلا على الدوري. واخد افريقيا مرتين ومش عايزين التالتة. واخد كاس عالم اللي انتوا ما شموتهاش ولا تعرفوا يعني ايه كاس عالم اساسا. واخدين البرونزية 2 ورا بعض ولا في بالنا اساسا. يا جدعان الاعلام بقى حاجه زفت خالص. مش كده يعني. الاهلي يكسب يقول لك لا الاهلي وحش. الزمالك يكسب ب4 هجمات باستحواذ 29 الزمالك عالمي.
لا 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 لا، هو ده الفرق ما بين عقلية الاهلي والزمالك. مهما كسبنا عايزين تاني. هم يكسبوا بطولة ظلم وحرام ويسلكوا بيهم نفسهم، احنا ما فيش مننا، احنا فريق عالمي، احنا ما فيش زينا. هو ده الفرق فعلا، هو ده الفرق. عشان كده دايما الاهلي فوق والزمالك مستكفي ان هو يكون التاني. بلاش نقول حاجة تانية. كده وصلنا لنهاية حلقتنا، واستنوني بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم Give Me 5 بعد المباراة وتحليل الاحداث اللي حصلت في المباراة. كان معاكم مستر احمد اسماعيل. سلام عليكم.